يا مساء الفل. النهاردة مكملين سلسلة الموبايل تيستنج، بس النهاردة هندخل في الجد. هنتكلم على الانترفيو QA. يلا بينا. المرحلة الأولى الأساسيات. الجزء الأول من الانترفيو دايما بيركز على المفاهيم الأساسية عشان يتأكد إنك فاهم الفرق الجوهري بين التستنج العادي والموبايل. السؤال الأول ده بيكون سؤال كلاسيكي: ايه الفرق بين الديسكتوب والموبايل تيستنج؟ فإجابتك لازم تكون منظمة. الديسكتوب احنا شغالين في بيئة مستقرة، شاشة كبيرة، ماوس. لكن الموبايل احنا قدام تحدي التشدد أو الفريجمنتيشن، أحجام شاشات مختلفة، تاتش بدل ماوس، بطارية بتخلص، شبكة مش دايما مستقرة. فالموبايل تجربة شخصية أكتر بكتير. السؤال التاني، وده سؤال مهم جدا: ايه الفرق بين النيتيف والويب والهايبرد؟ النيتيف معمول بلغة الموبايل الأصلية وده أداؤه جبار. الويب هو مجرد موقع بيفتح من البراوزر. أما الهجين الهايبرد هو ميكس بين الاتنين، فلازم توضح كل واحد فيهم إنه له طريقة تيستنج مختلفة. والنيتيف دايما بياخد مجهود أكبر في الUI guidelines. السؤال التالت هو سؤال ذكاء شوية: ازاي بتتعامل مع الفريجمنتيشن، يعني تعدد الأجهزة والأنظمة؟ طبعا محدش بيقدر يتست على كل الموبايلات في العالم، فالإجابة الصح إننا بنختار الأجهزة بناء على الماركت شير. ايه أكتر موبايلات بنستخدمها؟ ايه أكتر موبايلات الجمهور بتاع الابليكيشن بتاعنا بيستخدمها؟ فبالتالي بنقسمهم لمجموعات حسب ال OS والسكرين ريزولوشن عشان نغطي أكبر قدر ممكن بأقل مجهود. السؤال الرابع: هل نستخدم ايميليتور ولا ريل ديفايس؟ الايميليتور ممتاز في البداية، سريع وفري، لكن الريل ديفايس هو الحقيقة. مستحيل نتست البطارية والGPS والتاتش بدقة غير على موبايل حقيقي. فالقاعدة: ابدأ بايميليتور وانهي بريل ديفايس. المرحلة التانية هي السيناريوهات. يجي للسؤال الخامس: ايه انواع التستنج الخاصة بالموبايل؟ لازم تقول اهم 3: الانتربت، النتورك، اليوزابيلتي. الانتربت يعني المكالمات، الرسائل اللي بتيجي وانت شغال. النتورك اللي بيحصل لو الواي فاي فصل او انت دخلت اسانسير. اليوزابيلتي: هل الزراير سهلة؟ هل اقدر اوصل ليها بايد واحدة؟ السؤال السادس: لو الشركة ما عندهاش أجهزة حقيقية هتعمل ايه؟ هنا بتظهر شطارتك. قولهم بنستخدم الكلاود ديفايس فريمز زي الفاير بيز أو البراوزر ستيك. دي مواقع بتأجر موبايلات حقيقية موجودة في داتا سنتر، وتقدر تتحكم فيها من جهازك وتطلع لوجز جامدة. آخر وأهم سؤال تقني: لو لقيت كراش بتعرف سببه ازاي؟ الإجابة بتكون في كلمة واحدة: لوجز. لو أندرويد بستخدم ADB لوكيت، لو ايفون أنا بستخدم Xcode كونسول. التستر الشاطر هو اللي بيبعت اللوج مع الباج ريبورت عشان يسهل على الديفلوبر. فزي ما شفتوا، طريق الموبايل تيستنج بيبدأ بالنظري، بيعدي بالانترفيو، وبينهي بالتطبيق العملي. لازم نطبق عملي، لازم. لو عندكم أي سؤال سيبولي في الكومنتات. وبس كده، سلام.